وقف النبي فنظر، قالت له أمه: هذا قبر أبيك. أنتم تخيلوا ولد ما شاف أبوه، أول سفر ترى، يتيم، ويقال له شوف قبر أبوك. فيقف النبي صلى الله عليه وسلم. لك أن تتخيل جميع المشاهد المحزنة والدموع التي انهدرت منه صلى الله عليه وسلم وهو يرى قبر أبيه ولم يراه على الحقيقة أو في الطبيعة، فيقف عند القبر ويرى. ثم تأخذه أمه. الطامة الكبرى التي حدثت في هذه السفرة: مشت آمنة واستودعت من أهل زوجها، ولما خرجت آمنة في الطريق مشت 150 كيلو في منطقة يقال له الأبواء. هنا تعبت آمنة وسقطت في الأرض، في الطريق، في بر، في صحراء، وإذا بأم أيمن ترفعها، تقول: فما إن رفعتها إلا وهي ترفع كفيها تريد تضم محمد وتموت. يموت وتموت أمه أمام عينه في صحراء. توه الآن تخيل مشهد قبر أبوه ما راح، يتخيل قبر والده، وفي الطريق تموت الأم التي كانت تحتضن والتي كانت ترضع والتي كانت تحمله. فيقف النبي صلى الله عليه وسلم ويرى الأم جثة هامدة ميتة، وأم أيمن ترى النبي وتمسح على رأسه وتصبر طفل صغير. فقالت: يا محمد عاوني نحفر قبر أمك. متخيلين 6 سنوات؟ هل مر بأحدنا مثل هذه الآلام؟ وتحفر ويحفر النبي وهو يبكي عليه الصلاة والسلام في الصحراء منقطع. وأم أيمن تقول: كنت أبعده، يعني ما تبغاه يشوف القبر، تنحى بوجهه عن أمه وعن قبرها. تقول: فحفرنا، جلسنا أيام نحفر أنا ومحمد. تقول: ثم دفناها في ذلك المكان. تقول: فأمسكت به بيده وهو يقول: أمي أمي، يعني نأخذ أمي معنا. تقول: فمشينا من تلك المسافة من الأبواء إلى أن وصلت إلى دخلت مكة. فأول ما دخلت مكة ما توجهت إلى بيتها، إلى بيت أمه، توجهت إلى بيت عبد المطلب. ثم طرقت الباب. فلما طرقت الباب، الرسول يعرف هذه المواطن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا من أمه. لما رجع النبي في الهجرة، لما رجع في فتح مكة، كان النبي يقول: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. فوقف النبي وفاء وبرا على قبر أمه، لأنه يعرف القبر. حتى لما دخل المدينة قال: هنا بئر سبحت فيها. الرسول تعلم السباحة في بئر عند بني النجار، وهذا قبر أمي. فوقف النبي على قبر أمه فبكى، حتى قال الصحابة: والله ما بقي أحد وقف معه إلا أبكاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.